وأخيرا خلص الحرب بلبنان، وأخيرا رجعت الناس على بيوتها. نفسك الحال جيت عم تحكي؟ نحن مشتاقين للبلد، شعور لا يوصف. في ايدينا كتير بس مبسوطين، في حزة بقلبنا بس. شوفوا هذا الفيديو لشخص رجع على بيته، شو تتوقعوا لأب بيته؟ واخيرا خلص الحرب بلبنان، واخيرا رجعت الناس على بيوتها. عن جد فرحة ما بتنوصف. انه رجعت الناس على بيوتها ورجعت على ضيعتهم. كل الناس اللي كانوا يعني برات بيوتهم برات الضيعة تبعيتهم هلأ رجعوا عليها. عن جد انا بحسدكم كتير. نحن طبعا لسه ما جربنا هذا الشعور، وان شاء الله انه نجربه ونرجع على بيوتنا. وعقبال كمان عند غزة ما يوقف الحرب كمان ان شاء الله يا رب. فهلأ بدي فرجيكم، يعني شفت انا شوية فيديوهات لناس يعني رجعت على بيوتهم ومصورين انه كيف رجعوا على بيوتهم. وفي ناس كمان انه رجعوا على بيوتهم لقوا بيوتهم بس خراب، يعني ما في دمار ببيوتهم. في ناس ما لقت بيوتها، الله يعوضكم، يعني تدمرت بيوتها، الله يعوضكم. هلأ خلينا نشوف الفيديوهات سوا. هلأ رح نشوف اول فيديو لناس يعني بالمدرسة عم يحتفلوا. الأطفال قديش فرحانين، وحتى يعني عم يغنوا ويبكوا من الفرحة. كلهم أولاد ونسوان وزلم كلهم فرحانين. عن جد شعور لا ينوصف. الحمد لله انه وقف الحرب وكل واحد رجع على بيته. وهون كمان هي صار أزمة سير قد ما في ناس. الناس اول ما سمعت انه وقف الحرب الكل رجع على بيوته. كل واحد يعني حط الثياب الأخذن معه دغري فوق السيارة ورجعوا. الأطفال مبسوطين إنهم بدهم يرجعوا على بيوتهم وعلى ألعابهم. الأولاد هيك بفكروا إنه فرحة رح يرجعوا على بيوتهم بعكس الكبار. مشتاقين للبلد، شعور لا يوصف. في ايدينا كتير بس مبسوطين، في حزة بقلبنا بس. شو بدنا نعمل؟ الدنيا بتخيل لكل زلمة يعني على شوي رح يبكي. فائد بس انه مبسوط انه رح يرجع على بيته. هذا الفيديو لطفل كتير تأثرت فيه، يعني هن ما من اللاجئين النازحين، هن كان عندهم ضيوف يعني لاجئين لعندهم. اهلهم كانوا مستقبلين نازحين، فلما راحوا النازحين بدهم يرجعوا على بيوتهم هو صار يبكي قال بده يرجع معهم. يرجع معهم. وهاي كمان المذيعة. كان مختلف جدا هذه المرة. شعور بالنصر، شعور بالفرح، شعور بالحزن، شعور اني لاول مرة سوف انام وانا مطمئنة على طفلتي وعلى اهلي وعلى المواطنين. كتير فرحانة انه رجع الامان للبنان. الحمد لله يا رب انه رجع الامان مثل قبل. هذا الفيديو لوحدة كمان يعني نزحت برات بيتها، فكاتبة على الفيديو أهم شيء الكنزة بعد منشورة، يعني كل هالحرب وكل هالتدمير والكنزة لهلأ منشورة على البلكون.
شوفوا هذا الفيديو لشخص رجع على بيته، شو تتوقعوا لقى ببيته؟ لقى الغنمات ببيته. لو قاعدين على التخت كمان. هاي الغنمات يمكن هربوا من الحرب اجوا على بيته، لا وحدة قاعدة على التخت، يعني رواق الوضع عندنا. يعني فيديوهات واحد بضحك وواحد بحزن، الله يعينكم. شوفوا هذا الفيديو لبنت كاتبة انه اول ترويقة ببيتها، بس شكله بيتها يعني مدمر. عاملة شاي وعم تاكل سندويشة بالبيت هو مهجر مدمر. يعني لو البيت مدمر الناس مبسوطة لو بيوتها مدمرة، لأنه فرحتهم بالرجعة أهم من البيت. آمين يا رب. يعني البيت مع الأيام بيرجع بيزبطوا أكيد. هذا الفيديو لشاب راجع مانو لاقي الحارة كلها مدمرة، يعني مو بس بيته، كل الحارة مدمرة. عن جد كتير محزن الفيديو. وهاي البنت كانت نايمة، قاموا خبروها أهلها إنه خلص الحرب. شوف ردة فعلها والفرحة. جد عم تحكي؟ قولي وحياة الله. وحياة الله. قولي نجهز الشنطة. مستعجلة بدها تجهز الشنطة. لنشوف هلا ردة فعل الناس بعد الدمار اللي صار. أول ما فتت على الداخل صرت أطلع بالدمار وصرت أبكي، بكون فرح وبكون حزن. فرح لأنه رجعنا على بيتنا ورجعت زعلانة وفرحانة بنفس الوقت. وحزن لأنه هيك شو صار. يعني بس أكيد يعني الفرحة أكثر من الحزن، لأن البيوت والله مع يعوضكم الأيام يا رب. البيوت مع الأيام رح ترجع مثل ما كانت. هنيك توجهت ما طلعت بولا شيء، اصلا جيت كنت بعد عتمه فما عرفت اوصل. من الأربعة الصبح ونحن عم نتفقد بيوتنا، طلعنا دغري اول ما اعلنوا. يعني هن الساعة 4 وقفوا الحرب، هن الساعة 4 الصبح كانوا كلهم يعني الناس من الساعة 4 الصبح عم تمشي، يعني عم يروحوا على بيوتهم والدنيا عتمة. أنا هلأ ببيوتنا بجنوب لبنان، رجعنا على أرض. شايفين هيدي الأرض؟ التنباس واللي بتنحط على الراس، هيدي الأرض المكلفة دم، هيدي الأرض المجبورة بدم، هيدي الأرض اللي رجعنا بفضل الدم عليها. اليوم رجعنا على بيوتنا وعلى ضياعنا. ويلي ما حدا بيحس بالنفس اللي أنا أخذته، ما حدا بيحس بالشعور اللي أنا حاسه هلا، والله العظيم من أعظم شعور بالعالم. عن جد. إن شاء الله كمان عقبال ما يوقفوا الحرب بغزة، وعقبال كمان نحن ما نرجع على بيوتنا. وهلا يعني راح تمشي الحياة طبيعية مثل ما كانت قبل. رح تفتح المدارس، وكمان عم يقولوا إنه بدهم يفتحوا الحدود. صرنا ننام مرتاحين، لا في جدار صوت، لا في قصف، لا في شيء، لا في صوت طيران كمان. وآخر شيء هذا معبر المصنع عم يردموه لأنه هو كان عم يردموا الحفر اللي فيه، لأنه هو كان في 4 حفر. ردم الحفرتين وفتح المعبر وفتح الطريق أمام العابرين والسائرين. ضلوا أكثر من 4 ساعات وهن الجيش اللبناني هلا فتح المصنع، لسه عم يشتغلوا فيه. إذا مباشر يتم ردم الحفرة الكبيرة التي أغلقت الطريق. هلا مبلشين بالحفرة الكبيرة بس. اليوم الطريق سيصبح سالكا يعني اليوم خلص أمام انفتح. كل السيارات وكل العابرين. يعني بما انه هلا فتح الحدود بعد ما خلصت الحرب، نحن كنا بدنا اياهم يفتحوا الحدود يعني وقت الحرب. فان شاء الله نحن قلنا رجعه، مو رجعه يعني قلنا زياره على سوريا. رح نشوف كيف الوضع هناك. عم يقولوا انه الوضع ما كتير منيح بسوريا، فرح نروح ونشوف يعني كيف الوضع هنيك. إذا الوضع منيح بنرجع على سوريا، وإذا مو منيح يعني نستنى شوي كمان.
فلهون كنت انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. واللي ما حط لايك حط لايك، مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يصيركم كل شي جديد. بنحبكم وانتظرونا بفيديوهات جديدة. باي.